السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه مكملين في حاجات حلوة قوي قوي للفطار وللمدارس وسناكس كده وضيافة، يعني حاجات بتنفع في اوقات كتيرة جدا جدا. النهاردة معانا شوية شغل انما يعني زي القمر. بصوا بقى، كوباية شاي بلبن كده وحبة منين على قرص على كعب الغزال وكوكيز، وتاكلوا بقى وتتبسطوا وتعملوا احلى دماغ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا. المقدار انا عاملة مقدار كبير، ممكن تقسميه وتعملي كيلو واحد. انا بدوق قدامكم او بجرب قدامكم الحاجه عشان تعرفوا انها والله كانت جميله جدا، الحمد لله رب العالمين. بصوا القرصه اللي في ايديا دي، القرصه اللي بالقرفه والسكر، انا اول مره اعملها، كنت خايفه منها جدا جدا، بس الحمد لله طلعت تحفه وهكررها تاني ان شاء الله، ناعمه وبتدوب ذوبان. مفرغه، بصوا قلبها مفرغ ازاي، حلوه جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه معايا شوية من الشمر على ينسون، حمصتهم كده على البوتاجاز تحميصة خفيفة وطحنتهم. حضرت معايا ده كيلو الا حاجة بسيطة، فيعني ايه خدت منه شوية، يعني ده يعتبر 3 كوبايات من اللبن الدافي. حطيت عليهم 3 معالق كبار من الخميرة، 6 معالق كبار من السكر. انا هبدأ اول حاجة بعجينة المنين، وهنشكل منها كل التشكيلة اللي شفناها في الصور. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحطيت بقى الطبق بتاعي كده، وهنخل فيه ال3 كيلو دقيق دول، اتأكد تماما ان هم نضاف. والخميرة اللي قلبتها في اللبن مع السكر سبتها، واللبن دافي دافي بس حاجة بسيطة، يعني انا قادرة امسك الحلة بايدي عادي مش هتلسعني. سبتها تخمر. هحط بقى المواد الجافة على الدقيق. حطيت 3 معالق كبار من البيكنج باودر، 3 معالق صغيرين من الملح. هحط 3 معالق كبار مليانين من الشمر على ينسون. هحط ورقتين فانيليا. يبقى انا معايا لل3 كيلو دقيق 3 معالق من كل حاجة، 3 معالق من البيكنج باودر، 3 معالق بس 3 معالق كبار بيكنج باودر، 3 معالق صغيرين من الملح، و3 معالق شمر وينسون. قلبت كل ده وحطيت لهم كمان معلقة سكر على الدقيق. وهنا بقى حطيت لكل كيلو دقيق كوبايتين سمنة. لكل كيلو دقيق حطيت كوبايتين سمنة. انا بدل ما احط 6 كوبايات سمنة حطيت 5 سمنة، والكوباية الستة حطيتها زيت. ليه بقى؟ علشان انا عايزة سنة قرمشة في المخبوزات بتاعتي دي، او في المنين بتاعي ده. يعني حضرتك ممكن تحطي ال6 كوبايات كلهم سمنة براحتك جدا، وممكن تعملي زي تحطي ال5 سمنة وتحطي كوباية زيت، فهتديكي سنة القرمشة. يعني القرص ناعمة، بس مش الناعمة اللي هي بتتهري في ايدك، او تيجي تسقيها في كوباية الشاي فتلاقيها اتفتفتت في الكوباية، لا، ناعمة بس برضو متماسكة. بستت الدقيق بتاعي، شربته السمنة كويس جدا جدا، بحيث ان ايه شكله اتغير تماما، خلاص مفيش الحبيبات البيضة بتاعت الدقيق مش موجودة. نزلت عليه بال3 كوبايات حليب اللي فيهم الخميرة وفيهم السكر. انا متأكدة طبعا ان كمية العجين بتاعتي هتحتاج سوائل اكتر، فانا هكمل بمية، يعني نفس اللبانة دي مطرح اللبن هحط مية وهكمل بيها عادي خالص. لقيت معايا في التلاجة ايه شوية قشطة كده، طلعوا 3 معالق برضو بالصدفة. النهاردة كل حاجة 3، فخدتهم برضو، قلت اطعم بيهم العجينة بتاعتي، عايزاها عجينة كده حلوة مغذية كده ومفيدة. وبدأت ان انا ايه ازود المية حبة بحبة. دلوقتي حطيت كوباية، هلاقي العجين بتاعي محتاج لسه مقطع العجين كده ومفرول ومقطع، مش بيتلم كده ككتلة واحدة. حطيت واحدة كمان، كوباية كمان، يبقى حطيت 3. الاول 3 كوبايات من الحليب، وبعدين نزلت بكوبايات المية واحدة واحدة. حطيت دلوقتي 2 مية، هنشوف مع بعض هنحتاج قد ايه. بصوا هي بدأت تلم، بس حاساها محتاجة شوية، فحطيت نص كوباية كمان.
تمام كده. بناخد من تحت لفوق. هي العجينة بتاعت المنين او القرص دي مش القرص الطرية يا جماعة، مش القرص الطرية اللي انا كنت عاملاها معاكم قريب. دي القرص المبسوسة اللي هي شبه قرص العيد اللي بنعملها دايما في العيد الصغير. حطيت معلقتين من الخل يدوا كده هشاشة للعجينة نفسها لما تستوي. بصوا بقى فرق كبير كده في شكل العجين وملمسه. هتلاقوها كده جمعت نفسها من الطبق اهي، خلاص ما بقتش ملزقه في كل حته. يعني لو حاولت ارفعها كلها اهي الطبق نضيف ما فيهوش اي عجين. سويتها كده تمام، ملمسها تحفه. غطيتها بالكيس البلاستيك وفوق منه الفوطه، وهحطها بقى ايه في مكان دافي. هبدأ بقى على بال هي ما تخمر اكون انا جهزت الحاجات بتاعتي. معايا نص كيلو من العجوه جايباها من عند العطار، وحطيت عليها معلقه صغيره من القرفه ومعلقتين من السمنه. كنت حاطه معلقه فلقيتها لسه مفروله، زودت كمان معلقه دلوقتي. هعجنها كويس وهبدأ اشكلها. انا عايزه احشي بيها القرص بتاعتي، فهعمل يعني مش كرات عجوه بقى، هعمل راس كده متوسطه، بحيث ان انا احطها في نص العجينه بتاعتي في نص القرصه واشكل عليها. يعني اتبقى حته معايا من العجوه هفردها كده وهعملها طبقه رقيقه خالص، فحطيتها ما بين كيسين او جوه الكيس براحتك، بس هي ما بين كيسين مفتوحين يكون افضل عشان تطلعيها بسهوله من غير ما تتقطع معاكي. المهم فردتها كده وخليتها طبقه كده واحده، سمكها كده ايه متساوي. دخلت بقى ما شاء الله اجيب العجينه لقيتها تحفه، ما شاء الله ما شاء الله. كانت في نص الطبق، بصوا ملت الطبق كله. وطبعا انا بحب المرحله دي جدا. ريحه العجين في البيت حتى وهو ني كده، والله يا جماعه والله العظيم يعني تفتح النفس وتحس ان انتي معديه من على فرن. طيب خدت جزء كده من العجينه. هنشوف بقى مع بعض نفس العجينه دي هنشكل منها كام شكل. يعني تقدري تعملي منها اصناف كتير وتنوعي فيها، وكل واحدة فيهم يعني حسب ما كانت سادة او بعجوة او بسكر وقرفة. هتلاقي ان هي مختلفة شوية في الطعم عن التانية. بدأت ان انا ايه قطعتها كده بالسكرابر بتاعي، وانا عايزة اشتغل ايه بدل ما اعمل قطعة قطعة اخد حتة حتة من العجينة واكورها. بدأت ان انا استخدم ادوات كده تساعدني. مسكت العجينة، اخدت الاطراف بتاعتها كده ايه لميتها على بعضها زي البقجة كده، وبعدين نعمتها في ايديا، فردتها بالعجلة دي وحطيت جواها قرص العجوة. هنشوف مرة تانية اهي. باخد كده الاطراف بتاعت العجينة المها من جوه كده بحيث تبقى ناعمة، احط قرص العجوة في النص واجيب الاطراف كده واقفلها عليه. هضغط ضغطة بسيطة، مش عايزة اضغط قوي بحيث ان العجوة ما تطلعش لبره وتتحرق معايا في الفرن وتنشف. انا مش بحط خالص خالص. بصوا العجينة حاولت اقرب لكم كده، عجينة كانت حلوة قوي. ما تحاوليش انت تحطي العجوة على النار، علشان يعني لما بتقلبيها على البوتاجاز بالسمنة وبعدين تحشيها في قلب المخبوزات بتاعتك او المعجنات بتاعتك وبعدين تدخليها الفرن، فكده بتاخد حرارة مرتين فبتساعديها انها تنشف. فخلينا كده ايه نعجنها. بصوا السمك بتاعها يعني اقل من عقلة الصباع. دي عملتها نص كده، شكلتها نص كده زي وحدة القطايف، مشيت عليها بالعجلة فادتني الحروف المشرشرة دي اهي. وهكذا بقى هبدأ بقى ان انا ايه. ده اول حاجة عملتها حشوة العجوة دي، قرص مدورة عادية خالص وعملت لها فتحتين كده بالسكينة من فوق. طيب انا ليه هعمل القرص دي مش هعمل القرص الطرية؟ لان القرص الطرية عايزة تتشال في الفريزر، وانا اولا ما عنديش مكان في الفريزر بتاعي بايظ، وفريزر التلاجة طبعا مش بياخد كل حاجة. انا عايزة اشيلها في علبة بره التلاجة. فعملت القرص دي بحيث ان هي ايه لما هتبقى فيها سنة قرمشة مش طرية، مش محتاجة خالص خالص الفريزر.
اخدت بقى جزء من العجوه اللي انا فرداها ما بين الكيسين، فردت قطعه عجين كده، بس ما ترققيش العجينه قوي، يعني ما تخليهاش ورقه كده، لا خليها برضو محمله شويه. لمي الاطراف من فوق ومن تحت، وقفليها كده كويس قوي قوي عشان ما تفتحش منك. وبحاول اسويها بحيث ان هي تديني ايه قطع شكلها متناسق. جيت اقطعها بالعجله، لقيت العجله مش هتمشي كويس في العجوه، فقطعتها بالسكينه. قرصتهم كده برضو وعملت لها شق ايه في النص. كل الصواني اللي انا بشكلها دي بسيبها تخمر مره تانية، مش بدخلها الفرن مباشره كده، لا بستنى عليها سيكه كمان مثلا ربع ساعه وبعدين هدخلها الفرن. طيب هنا بقى هعمل شويه قرص بس بالايه، بحشوه القرفه والسكر، وهحط على وشهم اغطسهم في اللبن كده، وبعدين هحطهم على السمسم. دي طلعت تحفه يا جماعه، والله كنت اول مره اجربها وكنت خايفه منها جدا وحاسه ان هي ممكن ما تعجبنيش، بس طلعت قمر يعني. ان شاء الله هكررها تاني. بغطسها في اللبن كده الاول، بقفل كويس جدا، وبعدين ايوه بحطها بقى على السمسم كده واضغط ضغطه كده بايديا بحيث ان السمسم يلزق عليها. هاخد بقى اعمل شكل تاني. بصوا كان في نقطه لبن وانا ما خدتش بالي ان انا امسحها الاول، فايه سيحت شويه معايا العجينه، بس مفيش مشكله خالص. العجينه علشان ناجحه وحلوه هتتظبط معاكي من غير اي مجهود. دي بقى حاولت ان انا افردها كده وارققها كويس واحط فيها العجوه، بس طبعا العجوه اللي باقيه معايا من النص كيلو ما كانتش كافيه، فانا هقطع بالسكينه على قد الايه الجزء اللي انا هاخده يعني او هحشيه. طبعا انا عايزه بس اقول كلمتين خارج بقى الفيديو خالص. بجد فرحتوني قوي 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 الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا. عدد المشتركين زادوا كتير ما شاء الله، يعني زادوا حوالي 14 مشترك جداد. بجد والله اسعدتوني وفرحتوني، ربنا يخليكم ليا ودايما دايما في زيادة، وان شاء الله نكمل الشروط مع بعض. ومش عارفه اقول لكم ايه، الف شكر. هنا بقى لفيت الرول، حاولي تخلي طبقة العجين رفيعة خالص بحيث ان هو الطبقات اللي داخلة لما بتلفيها، الطبقات اللي داخلة ما بينها ما بين العجوة ما تبقاش سميكة قوي، ما تبقاش عجين سميك قوي. دهنتها باللبن وحطيتها بالجزء اللي مدهون باللبن ده، حطيته على السمسم عشان يلزق عليه، وبدأت ان انا اقطعها. ممكن بقى ترفعيها اكتر من كده لان هي ما شاء الله معايا لما خمرت كبرت اكتر. دلوقتي برضو هاخد جزء كمان اهو من العجينة وهسويه برضو وهفرده. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليه السمك واحد، ما يبقاش حتة رقيقة وحتة محملة. وفي الاحوال كلها انا مش بحبه ولا سميك قوي ولا رفيع قوي. هنا بقى ده سادة، ده كده منين سادة. انتي مش محتاجة اي حاجة خالص في انك تشيليه اكتر من يعني حاجة بلاستيك، علبة بلاستيك مثلا وكيس كده، وانا هوريكم برضو انا هشيله ازاي. وقطعته كده بالعجلة بحيث انه الاطراف بتاعته يبقى ليها شكل يعني. ما دهنتش خالص الصواني ولا الصاجات لان هو فيه كمية الدهون بتاعته كمية مناسبة مش هتخليه يلزق ان شاء الله. هكمل بقى كل الكمية اللي معايا، العجوة خلصت فانا هكمل كله سادة. عارفين بقى لو انا كنت سويت القرص اللي بالقرفة والسكر ودقتها انا ما كنتش كملته سادة، كنت كملته بالقرفة والسكر، بصراحة كانت حلوة جدا. هنا طبعا في نص الشغل بقى مش من الاول، في نص الشغل فتحت الفرن سخنته، وبعدين بعد ما اول مثلا 3-4 صواني خمروا بعد التشكيل رحت ايه بدأت ان انا ادخل بقى واسوي.
بصوا الحاجة طالعة ما شاء الله ما شاء الله، حلوة جدا وهي طازة كده وجميلة. وحتى لما باتت على فكرة ما نشفتش خالص، هي فضلت بنفس الملمس ونفس الايه، هي سنة قرمشة بسيطة جاية من كوباية الزيت اللي انا حطيتها، بس حلوة يعني. سنة القرمشة دي مش بتضايقني خالص، بالعكس. بصوا اللون تحفة، مستوية كويس جدا. عايزه اقول لكم ان احنا يعني بألف هنا كلنا مثلا حبه محترمين كده يجي نص كيلو ولا حاجه. عقبال ما رصينا كل الحاجات كنا كل واحد بقى ايه دق من حاجه يعني. دي ما شاء الله الكميه بتاعتنا كلها. طب ال3 كيلو دول طلعوا لي قد ايه؟ طلعوا لي 6 كيلو الا، يعني هنقول 5 كيلو ونص مثلا. فانتي احسبيها بقى انا صرفت قد ايه في الحاجات دي. صرفت حوالي 200 جنيه. السمنة بالدقيق بالخميرة باللبن بحوالي ربع كيلو من السكر، حوالي يعني اخدت مثلا حوالي كوباية سكر. بايه كمان؟ بالسمسم بالشمر واليانسون. بصوا تضغطي عليها بتتفتفت معاكي، حلوة جدا اهي. حبيتها في الكيس وشلتها في العلبة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الوصفة التانية. حبة كوكيز بقى، انما ايه، قمر كده معايا. انا هعمل بالفانيليا، اعمل نصه بالفانيليا ونصه بالكاكاو او بالشوكولاتة يعني. فانا ما حبيتش ان انا ايه اعجن العجينة كلها وبعدين اقسمها وازود الكاكاو، فجبت طبقين وهبدأ ان انا اقسم المقدار هنا وهنا، وهنشتغل فيهم هما الاتنين. اللي حابه تعمل نص المقدار مفيش مشكله. انا بحط ايه، انا طحنت السكر خليته ناعم خالص، وجبت الميزان بتاعي ووزنت ربع كيلو سكر حطيته في الطبق الاحمر، وربع كيلو سكر بودر حطيته في الطبق الازرق. وهجيب الزبده وهوزنها برضو ربع كيلو، يبقى احنا عندنا السكر والزبده متساويين قد بعض تماما. يبقى الطبقين دول ليه يا جماعة؟ عشان هعمل جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. همسك بقى الزبدة والسكر دول، انا بشتغل يدوي، انا لا عندي عجان، والمضرب بتاعي المضرب نفسه مش بايظ، بس الايدين بتاعته اللي هي بتخفق دي هي اللي بايظة، وللأسف ما لقيتش يعني ايه القطعة دي، يعني لما رحت اشتريها ما لقيتش زيها. فانا بشتغل بايديا، الموضوع سهل جدا جدا، اي حد يقدر يعمله. كل اللي هتعمليه انك هتفضلي تضربي. بصوا المنظر بقى، الزبدة ابيضت خالص، افتحت، كانت لونها اصفر قوي. دلوقتي فضلت اعمل فيها واحدة ضربتها بالمضرب اليدوي وواحدة عملتها بالاسباتيولا. لما نعمت خالص وبقت هشة كده، رحت نزلت عليها ب3 ورقات من الفانيليا و2 بيضة. 3 ورقات فانيليا و2 بيضة. البيض بحط واحدة واحدة. اول ما الخليط بتاعي يعني يتشرب البيضة دي، انزل بالتانية. بصوا مفيش اي اثر للبيض خالص، والكريمة هشة كأنها سوري مش كريمة بقى، الزبدة بقت هشة كأنها كريمة. وزنت دلوقتي نص كيلو من الدقيق وهنخله وهضيفه على الخليط بتاعي. ودلوقتي هحط معلقة واحدة بس صغيرة مليانة من البيكنج باودر، معلقة واحدة بس صغيرة، ورشة ملح صغيرة برضو ما بين صباعيني كده. هقلب بقى الكلام ده كله، ومعايا شوية سوداني طحنتهم، معايا حوالي كوباية، فهحط نصها في الخليط الفانيليا ونصها في خليط الشوكولاتة. جرشته بس ما خليتوش بودر خالص، لا يعني في قطع بس مش كبيرة قوي. يلا هلم بقى العجينة بتاعتي، لا بنلمها بمية ولا بنلمها بلبن ولا اي حاجة خالص. بصوا في ثواني مجرد تقليب، ما بنعجنش، لان ده يعني الكوكيز ده هو بسكوت، فما ينفعش نعجن علشان ما يطلعش ناشف. بصوا بقى ايديا اللي عجنت بيها العجينة ملزقة فيها، بمسك بالايد التانية لقيتها تمام وما بتلزقش. هسيبها بقى تستريح شوية عبال ما انا اعجن التانية.
برضو حطيت 3 ورقات من الفانيليا، والاتنين بيضة نزلت بيهم واحدة، وبعدين خفقتها كويس، وبعدين نزلت بالتانية. هنا بقى وزنت نص كيلو من الدقيق، شلت منه 3 معالق من الدقيق، حطيت بدلهم 3 معالق من الكاكاو الخام، وحطيت معلقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر، برضو معلقة مليانة. يلا هخلط بقى الخليط بتاعي اللي بالكاكاو ده مع بعضه. وكنت هنسى السوداني بس الحمد لله افتكرته، حطيت نص كوباية السوداني المجروش، بيدي طعم حلو وريحة حلوة، ولو زودتيه وحطيتي كوباية كاملة هيبقى احلى واحلى، بس انا ايه يعني بحاول اقتصد على قد ما اقدر. هنا بقى لقيت الخليط بتاعي لازق في الطبق، فحطيت معلقة واحدة بس، وكمان لما مسكته بايدي التانية لقيته بيلزق فيها، فحطيت معلقة واحدة بس من الدقيق، لميت لي القصة دي خالص. قعدت شكلته بقى الشوكولاتة والفانيليا، وكان نفسي قوي اعمل جزء ميكس كده، يعني اجمع قطعتين من العجين شوكولاتة وفانيليا، بس نسيت بصراحة. وحطينا بقى الشوكولات شيبس على الوش، طبعا بمساعدة الانسة كارما والانسة سلمى، الحمد لله ربنا يخليهم لي يا رب. والموضوع سهل بجد، كل ده هو لسه عجين. انا طبعا الفرن سخن، الكوكيز بياخد 12 دقيقة. عايزه اقول لكم ما تفتحوش عليه الشوايه. بصوا بقى، الصاج ده كان مفتوح عليه الشوايه، يعني كان مفتوح من فوق ومن تحت، ده والصينيه. الصاج اللي في النص فتحت عليه من تحت بس وطفيت الشوايه، فطالع احلى تسويه بصراحه، طلع احلى تسويه اللي الشوايه فيها كانت مطفيه. بصوا اوريكم الفرق. اي نعم هنا كانت الوش احمر والارضيه حلوه ذهبي حلو، بس ايه انا مش بفضل الوش اللي محمر ده، انا بفضل الكوكيز يكون وشه كده ايه يعني مش ملون قوي، ومع ذلك هي مش ناشفه. بصوا بتتقطم معايا بمنتهى السهوله ازاي، كانت حلوه بصراحه. ده بقى لو خدتي منه كده ايه 1 2 3 حطيتيهم معاهم في اللانش بوكس هتبقى حلوه جدا. بصوا ما شاء الله، نفسي تجربوا الحاجه دي ان شاء الله تعجبكم، وبرضو تكتبوا لي اللي جرب حاجه يا جماعه وتعجبه يكتب لي في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين وبألف هنا.